3 2 1 0. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل له كده. لك دلوقتي ما تشتريش الكتاب، فعلا ما تشتريش الكتاب. اجيب بكتاب تاني مع كتاب المس، والكتاب فيه اسئله صعبه 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 صعبه، يعني في اسئله فوق ما انت تتخيل، هي صعبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما ابدا الفيديو خلي بالك من نقطه مهمه، انا مش جاي اقيم شخص ولا اقلل من اي حد. الراجل اللي الكتاب بتاعه معانا النهارده بيدي ثانويه عامه بقاله اكتر من 20 سنه وعنده خبره، انا لسه ما وصلتش لحد اقل من ربعها. يعني انا اصلا عندي 18 سنه، فهو بيدي اكتر من قبل ما اتولد بسنتين، بيدي دروس ثانويه عامه. فلو هتسمع الفيديو ده اسمعه على انه رأي طالب جرب الكتاب، مش حكم نهائي على شغل المستر. يعني المستر كبير جدا، مش انا اللي هحكم عليه اكيد، ولا واحد ولا اتنين ولا اي حد يحكم على المستر، لان المستر معاه تيم شغال فيه اكتر من 40 واحد، ومستر عنده اكتر من 50 سنة او 40 سنة، مش عارف بصراحة قد ايه. انا هنا علشان اقول لك تجربتي بكل امانة، ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش، وايه اللي شايف انه ممكن يتحسن، وهل في افضل منه في السوق ولا لا، وانا جبته ولا ما جبتوش، ويناسب مين وما يناسبش مين بصراحه. لانه احنا كتير منا كتير جدا مراكم، وكتير جدا في محاضرات فوتت منه، واللي سمعها كده عشان خاطر يلم المنهج بسرعه. وقبل ما نبدا لازم تاخد بالك من حاجه برضه، الفيديو ده ما فيهوش اي مونتاج ولا اي حاجه خالص. يعني لو سمعت صوت حد بيحدف علينا حاجه من هنا، في صوت واحد من هنا، عادي، لانه احنا حرفيا ثانويه عامه وانا طالب زيكم، فعندنا اهم حاجه الوقت. تمام، فيلا بينا. الفيديو ده مصور طبيعي جدا، مفيش اي حاجه. الخصوصيه وكده يعني، ف عشان ما ينفعش طبعا احنا هنعمل انبوكسنج على بتاع زميلي، مش هنعمل على بتاعنا، لا هنعمل على بتاع زميلي. فيلا بينا. لا غلط، مش كده. نيجي من هنا كده من الجنب. بسم الله. يلا بينا 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 هوبا. احنا ناس منظمين جدا على فكرة، خدوا بالكم يعني. لا الحاجات دي ما تعديش مني. بسم الله. اولا نشوف الحلويات دي كده. الواحد بيجيب الكتب دي، خلي الكتاب ده هنا كده، بيجيب الكتب عشان خاطر هي الحاجات دي، يعني ما انا بجيبها عشان الحاجات الحلوه دي بصراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا مستر خالد مدينا ايه هنا. المهمه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، خامسه، سادسه، سابعه، ثامنه. يعني المراجعه 8 محاضرات بس. طب هو كان بيقول في هدية تقريبا، في حاجة زي كده، هي راحت فيها. الباكج ده مش بتاعنا احنا يا جماعة اصلا، الباكج ده بتاع زميلي، فاحنا ملناش دعوة بيه. هنفتح الباكج بتاعنا التاني. حظه نحس، زميلي ووشه نحس، مفيش ملقناش الهدية هنا. فالكتاب ده خليه هنا، ده مش بتاعنا. شوف الكتاب التاني وده بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل له كده، ومش عايز يتفتح ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. برضه المهمة لازم ندشملوه كده، ما ينفعش، احنا ما ينفعش نفتح فتحات طبيعية، فأخليه هنا كده. برضه التاني مفيش هدية. مستر خالد انت كده ضحكت علينا يا مستر، في عيدية المفروض تقولنا عليها، جبت 2 باكج عشان العيدية. فين العيدية بقى؟ فين العيدية؟ يلا مش مهم، كل الدنيا جاية علينا، هتيجي عليك يا مستر، يلا بالمرة، احنا كده كده معروفة طلاب ثانوية. خلينا دلوقتي نشوفوا المحتويات من جوه.
بشكل احسن. ده البابل شيت. اول حاجه معانا الخريطه اللي قال عليها المستر. اول حاجه هنا العناصر الانتقاليه زي ما انت شايفين كده. بالظبط يعني لمين الباب الاول 3 ورقات، يعني مش كتير صراحه، وبرضه يعني حاجه كويسه جدا. ده الباب الثاني. ده الباب الثالث. بداية الباب الثالث اهو. الباب الثالث برضه في 3 ورقات. وهنا الباب الرابع. هو يعني شرح بس مش بالتفصيل، فهي خريطة ذهنية يعتبر، ما هي كده مستنيين منها ايه تاني اكتر من كده. وهنا بقى بداية العضوية. هنا دي اول حاجة في بداية العضوية. يعني هو العضوية عملها في كم ورقة؟ دي 1 2 3 4 5 6 7 ورقات. لو خلينا كده نشوفهم بالتفصيل. الكينات، الخواص الكيميائية، يعني هي بصراحة ممتازة كويسة إلى حد ما، بس هي يعني خريطة ذهنية كده. ولكن أنا كنت شايف برضي من وجهة نظري إنه العضوية كانت محتاجة شرح مفصل أكتر من كده شوية، يعني في الخريطة الذهنية كان يديها حقها شوية أكتر من كده، ولكن هي كويسة تمشي الحال. ودي برضو نوت الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستر بدأها بيقول لك اس بس. أول عناصر الانتقالية يقع في الدورة إن. والله حاجات كلها مهمة بصراحة. يا حديد له معانا عنيد. الكيمياء فن مش عنا. إفيهات المستر. معلش يا جماعة، معلش نستحمل، كله هيعدي. والنشادر. باريوم، يا رب عليك يا باريوم. يعني بصراحة دي حلوة، ولكن مش هتاكل معانا، فأنا دي ممكن أخليها للآخر شوية بعد ما أخلص الكتب أو قبل ما أبدأ حل، فخليها معي لحد الآخر. دي أنا بصراحة مش هبدأ فيها دلوقتي، ده وجهة نظري. وده اختبار محاكاة الامتحان، هي والبابل شيت. انت بتفتح من هنا الامتحان مثلا الأول، الاختبار الأول، وتجيب هنا الاختبار الأول، تكتب اسمك وكل حاجة زي ما وضح المستر. تبدأ تختار، تحط لنفسك تايمر 2 3 زي كده، عشان ايه وقت هذا هو يعني. وفي كل حاجة برضو يعني في كل باب هتلاقيه يكتب لك الهجمة الصقرية الثانية، ده معناه انه الباب الثاني. نروح الباب الثالث، ده بلون برضو مختلف أزرق. الباب الثاني أحمر، الباب الأول أخضر. أنا شايف إنه الكتاب بصراحة مميز جدا، أنا عجبني الكتاب ده هو اللي هينفع لي. فخلينا كده نروح نشوف العضوية إيه الدنيا فيها. والعضوية بتبدأ معانا من الباب الخامس. والعضوية بتبدأ معانا من صفحة 207. وادي معانا الباب الخامس زي ما انتم شايفين كده. بصراحة حلو، لا حلو جدا، حلو فعلا. الكتاب 237 صفحة. أنا شايف إنه الكتاب بتاع الشرح والمخططات بتاعت مراجعة، لو أي حد لسه ما بدأش خالص زيرو حرفيا، فهو حلو جدا 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 ليه، وهينفع بزيادة عن اللزوم كمان، لأنه الكتاب حلوين هما الاثنين بصراحة. والله جامدين فعلا. شكرا مستر خالد. وكتاب اختبر نفسك، يبدأ بالفهرس.
حط لك امتحانات دور اول 2021 2022 23 24 لحد 25، والنماذج الاسترشاديه برضه، ودور تاني كل سنه من 21 لحد 25. واكيد في اسئله المستر نفسه اللي عاملها. تحت عشوائي والله حرفيا، يعني اسئله حلوه، اسئله حلوه بصراحه. يعني هو واخد تدريج في الاسئله، بدء من الاقل للاعلى، واحده واحده بيعلى في الاسئله، واخد تدريج في الاسئله حلو جدا بصراحه، بيبدا من الاقل للاعلى. والكتاب جميل بصراحه. وبس كده، اتمنى اني ما اكونش طولت عليكم، بس انا وضحت لك كل حاجه في الكتاب، ووضحت لك تفاصيل الكتاب كامله، وكل حاجه خليتك انت بنفسك تقدر توقف الفيديو في اي حته وتقدر تشوف مستوى الاسئله ازاي. وبس كده يا صديقي، بعد ما خلصنا الريفيو بتاع كتاب مستر خالد صقر، انا جاي اقول لك دلوقتي ما تشتريش الكتاب. فعلا ما تشتريش الكتاب الا لو انت عارف تستخدمه صح. يعني انت مثلا ما تجيش تقول انا همسك جزء الحل بس وخلاص كده. لا، انت في معاك البابل شيت، ده اهم. انا شايف ان البابل شيت ده بصراحه من اهم حاجه، انت تدي لنفسك وقت وتقول انا احل في الوقت ده، تحكي الامتحان. ما هو فعلا زي ما هو كاتب برضه، اختبار محاكاه الامتحان، من هنا الاسئله وتحل على طول. تمام. فانا شايف ان دي حاجه كويسه جدا جدا. وبصراحه الخرائط الذهنيه دي تحفه، الخرائط الذهنيه دي جميله جميله، يعني هتلم حاجات كتير مع الشرح اللي في الكتاب هنا. فانت ما تجيش تمسك حاجه واحده، او مثلا لو ما عجبكش ده تقول لا يبقى الكتاب وحش. لا لا، الكتاب والله جميل جدا، الكتاب فيه حاجات كويسه، والكتاب فيه اسئله صعبه صعبه صعبه، يعني في اسئله انت تتخيل هي صعبه ازاي. وبرضه بالمناسبه اجيب بكتابيه تاني مع كتاب المستر. بص، في معاك الوافي والامتحان، بس خليك في الوافي. لانه انا سالت ناس مخلصه ثانوي وعن تجربتهم، تجربات سابقه ليهم، وسالت المستر، مش مستر خالد صقر اكيد يعني، لا مستر تاني. فسالته فقال لي هو الوافي، انه اكتر حاجه بيجي منها الامتحان هو كتاب الوافي، احسن حاجه بصراحه مع الكتاب المستر. اما مثلا انك تروح تجيب الامتحان ومذكره المستر اللي انت بتاخد معاه، سواء مستر خالد صقر او اي حد غيره، وتروح تجيب كتابين تاني، فده بصراحه تبذير. انا شايف من وجهه نظر ان هو ده تبذير، وانت ما عندكش القدره الكافيه انك انت تحل 3 كتب. ليه يا عم؟ هو انت ما تذاكرش حاجه غير كيمياء؟ ما في معاك باقي المواد تاني. وبس كده، واتمنى يكون عجبكم. وشوفوا انتوا اللي عايزين نتكلم عن كتاب ايه تاني او نتكلم في ايه. وبس كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسونيش معاكم في دعوه حلوه، وبعتذر عن اي صوت حصل خارجي، ان ده طبعا حاجه خارجه ارادتي، انا ماليش دعوه فيها. وبس كده، يعني نتقابل في الفيديو الجاي ان شاء الله. ده يعني مش عارف هيكون امتى، ولكن شوفوا انتوا محتاجين ايه قولوا لي، وانا هتكلم زي كده. انا مش بعمل مونتاج ولا اي حاجه خالص في الفيديوهات، عشان زي ما قلت لكم الوقت، انا عندي الوقت اهم حاجه بصراحه. فاتمنى الفيديو يعجبكم، وقولوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنسوش اخوكم من دعوه حلوه.